عقلك بيقفل الباب على المشكلة وبيرمي المفتاح في قلب البحر وبيقولك مش هروح هناك تاني، مش هسامحه حتى لو شفت فلان ماشي في طريق همشي من طريق تاني، انا مش هعرض نفسي تاني لموقف احتمال ان انا اتعرض لمشاعر مؤلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقلك دايما بيسوحك. لو معرفتش ايه الاربع طرق اللي بيتعامل بيهم عقلك مع المشاعر هتتسوح طول حياتك. قبل ما نبدأ كده النهاردة حابب نشوف وصلنا لحد فين في كورس الذكاء العاطفي. اتكلمنا عن أهمية الذكاء العاطفي وما هو وما هي مكوناته وازاي بتتواصل مع نفسك وايه هي المشاعر، واتكلمنا عن المشاعر وما هي أهمية المشاعر، وأخيرا كيف يعمل العقل. والنهاردة هنعرف ازاي بيتعامل العقل مع المشاعر. بيتعامل العقل مع المشاعر بأربع طرق. الطريقة الأولى التجنب، إن هو بيتجنب أي حدث. عقلك بيقفل الباب على المشكلة وبيرمي المفتاح في قلب البحر وبيقولك مش هروح هناك تاني، مش هسامحه حتى لو شفت فلان ماشي في طريق همشي من طريق تاني، أنا مش هعرض نفسي تاني لموقف احتمال إن أنا أتعرض لمشاعر مؤلمة. العقل اللاواعي بيغمى عينيك عايز يحميك وبيقولك كبر دماغك وابعد، وبتكون انت في الحالة دي تابع لمشاعرك دايما. الطريقة التانية وهي الغوص في المشاعر اللي انت رافضها وكمان تعرف نفسك بيها. انا البائس الحزين، انا اللي الدنيا مقفلة في وشه الابواب، انا اللي الدنيا سايباني لوحدي، لحد ما توصل في الاخر لاضطراب او ممكن اكتئاب. والمشكلة في الطريقة دي انها بتسلمك من حالة الى حالة اسوأ منها، وتلاقي نفسك في الاخر منهك وطاقتك بقت صفر، لان طبعا العقل ما بيميزش ما بين الحاجة اللي حصلت والحاجة اللي هو بيفكر فيها. يعني انت عشت الحالة على ارض الواقع ولا الحالة دي في دماغك وانت عمال تفكر فيها، هو ما بيميزش ما بين ده. العقل بيكون عاش الحالة دي، ولو طاقة العقل دي خلصت بيظهر ده على الجسم كله. ان شاء الله هنعمل مجموعة من الفيديوهات اللي بتتكلم عن الاوفر ثينكينج او التفكير المفرط. نرجع تاني، العقل بيتعامل مع المشاعر بأربع طرق. قلنا التجنب، يعني بيتجنب الاشياء او الاحداث اللي بتحصل والمشاعر بيتجنبها، عايز يتجنب اي حدث بيحصل هيسبب له ألم. قلنا الحاجة التانية وهي الغوص، بيغوص في المشاعر السلبية وبيعرف كمان نفسه بيها، والمشكلة في الطريقة دي قلنا ان هو بينتقل من أسوأ لأسوأ. الطريقة الثالثة وهي الإنكار، وهي فكرة اعمل نفسك مش واخد بالك، ما حصلش حاجة يا أخي، مش هيحصل حاجة، عادي يا عم، انت زعلان يا عم، ولا زعلان ولا حاجة، هفك دلوقتي. هو حتى المشكلة ان هو ما بيقولش لنفسه ان هو زعلان. يعني هي الفكرة ان الواحد لازم يقف مع نفسه مع كل موقف بيسبب له ألم ويقول انا اتألمت هنا بسبب ده، او انا زعلان بسبب المشكلة دي، او انا عندي مشاعر كذا بسبب الحركة دي. المهم اني اعرف نفسي من الاول ان انا زعلان، واعرف الشعور اللي جوايا هو حلو ولا مش حلو. تلاقي واحدة بعد 30 سنة او 25 سنة جواز تلاقيها بتطلب الطلاق. ليه؟ ايه اللي حصل؟ الفكرة ان هي بعد ما جوزت اولادها وبدأت تقعد مع نفسها وتفهم مشاعرها، عرفت في الاخر ان هي عندها مشاعر مكبوتة من زمان وما اتكلمتش فيها، مع دايرة الحياة واللخبطة والاولاد والدراسة وما الى ذلك. ما كانتش قادرة انها تقعد مع نفسها، ولما قعدت مع نفسها حست نفسها ان هي خلاص ما بقتش قادرة ان هي تكمل. ماذا لو كنت انا قعدت مع نفسي مع كل موقف وفنطت، او كل فترة، يعني كل فترة كده مطلوب من الواحد ان هو يقعد ويفكر في الاحداث ويفكر ايه اللي زعله وايه اللي بيزعلوش وايه اللي بيفرحه، هو بيحب ايه وبيكره ايه، بيحب يتواجد فين، وايه المكان اللي بيسبب له مشاعر ايجابية. كل الحاجات دي لازم الواحد ان هو يتواصل مع نفسه من خلالها، علشان ما نوصلش في النهاية ان بعد مدة كبيرة جدا نلاقي نفسنا انفجرنا. واحد هيقول لك ما انا بتكلم ومفيش فايدة. انت بتتكلم هنا علشانك انت، علشان خاطر نفسك، علشان مطلوب منك ان انت تفرغ المشاعر السلبية دي اول باول. ومثال على ده، لو قلنا كده جبنا براد فيه مية وبيغلي، البوز بتاعه ده اللي بنقلب منه المية ده مفتوح، والبراد عمال يغلي وبيطلع من البوز ده البخار. انا جيت على فتحة البخار دي كمان ورحت قفلاها، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان بعد فترة قريبة هينفجر البراد ده. نوصل كده للطريقة الرابعة واللي احنا عايزين نوصل لها، وهي التقبل. حصل موقف
كون لي شعور، الشعور ده انا شايفاه سلبي، ابدأ اني انا اتقبل الشعور ده واستخدمه لمصلحتي. ومش معنى كده اني اكون بارد زي ما بنقول ولا في اللالاند، لا، هنا انا بكون قائد مشاعري. لما يحصل موقف خلاص حصل، ابدأ اقعد وافكر واخد قرار. انا هنا قائد مشاعري، لان مشاعر سلبية مع عقل عاطفي مخزن فيه مواقف من زمان بيوصل في الاخر لمشكلة احنا ما نحبهاش خالص. واتكلمنا قبل كده عن اساليب التفكير المختلة، شاهد الفيديو، شاهدوا هينفعك كتير الفيديو ده. مشكلة المشاعر السلبية دي انها عاملة زي كورة التلج، بتفضل تكبر 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 لحد ما تبوظ عليك حياتك كلها. وكل واحد من الناس بتقابله ليه موقف معاك اكيد سلبي مخزن جواك بمشاعر سلبية، فتلاقي نفسك مش طايق الناس ولا حتى نفسك، وتلاقي تنافر من الناس غير مبرر. ليه؟ علشان سايبين المشاعر دي بدون إدارة. قلنا قبل كده ان المشاعر الغير مفهومة مشاعر غير مدارة مش هتقدر تديرها. المشاعر الغير مدارة دي دين واجب السداد، هتسدده، يعني هتسدده حتى لو بعد 25 سنة. طب ازاي اتواصل مع مشاعري واقدر ان انا اتقبل المشاعر السلبية دي وابدأ ان انا بعد كده اخد قرار؟ ده اللي هيكون في الفيديو الجاي ان شاء الله. لايك وشير وتعليق تقول لنا رأيك فيه، وما تنساش ان مشاركتك بتجربة ليك بتكون بمثابة نور لناس الطريق مظلم قدامها. واحب اختم كلامي بمقولة بتقول ان المشاعر ما هي الا ساعي بريد بيوصل لك رسالة، لو كتمتها فكأنك سجنت ساعي البريد. هيفضل ساعي البريد يصرخ، وصراخه ده هيتردد في اعماقك. والسؤال، كم من ساع بريد سجنت؟ وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.